ريحة غريبة طالعة من شقة في الدور التاني. صاحبة العمارة كان اسمها مدام نوال، قالت إن هي شمت الريحة أول ما طلعت على السلم، وقالت للجيران شكلها حاجة بايظة في التلاجة، أو ممكن تكون قطة ميتة. لكن الريحة كانت غير كده تماما. جيران الشقة حاولوا يخبطوا عليها، لكن ما كانش في حد بيرد. وبعد 3 أيام من الريحة اللي مش بتروح، قرروا يبلغوا الشرطة. لما الشرطة دخلت، المنظر كان صادم. الشقة كانت مظلمة، كل الشبابيك مقفولة، والساعة على الحيطة كانت واقفة على الساعة 3 الصبح. وفي